الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الفيديو المهم، حيث سنناقش موضوعا حساسا يشغل البال كثيرين: حملة مقاطعة خطبة الجمعة في وقت يشهد فيه العالم الإسلامي تحديثا عديدة. ظهرت دعوات للمقاطعة خطبة وصلاة الجمعة، مما أثار جدلا واسعا بين العلماء والدعاة. ما هي الأسباب وراء هذه الحملة؟ وما هي التداعيات الاجتماعية والدينية لمثل هذه الدعوات؟ سنستعرض في هذا الفيديو كل هذه النقاط وأكثر، مستندين إلى تحليل دقيق ورأي العلماء. تابعونا حتى النهاية لفهم أعمق لهذا الموضوع الهام. نتعرف معا على الحلول ممكنة للحفاظ على التماسك مجتمعنا الإسلامي، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في أرض العزة والكرامة، وكذلك الدعاء لإخوانكم في السودان. هناك من يدعو إلى المقاطعة خطبة باعتبارها تقييدا للحرية التعبير الديني ورغبة في التنوع الفكري والروحي. مواقف العلماء والدعاة: حذرت عديد من الشخصيات الدينية البارزة من انجرار وراء هذه الحملة، فقد كتب الدكتور رشيد بن كيران مقالا يدعو فيه للمسلمين إلى نبذ هذه الدعوة، معتبرا إياها حملة شيطانية تستهدف الشرع الله ودينه. وقد على أهمية الاستمرار في أداء صلاة الجمعة رغم اعتراض على الخطبة موحدة. وفي السياق ذاته نشر الشيخ حسن بن علي الكتاني تدوينة يصف فيها حملة بأنها فكرة شيطانية، داعيا للمسلمين إلى محافظة على سنن الجمعة وابتعاد عن العبث بالدين. وفي الختام: اللهم احفظ علينا ديننا وثبتنا عليه. انت مقطعنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.